بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل عليكم. بصوا الصينية دي يا جماعة، الصينية دي يعني بتدخل على القلب كده قبل البق بصراحة. حاجة كده عظمة. ميكس محاشي، كرنب على كوسة على بدنجان على فلفل. النهاردة كان عندي ما شاء الله حبايبنا كلهم يعني، فقلنا نعمل بقى شوية محاشي والدنيا بتشتي بقى والجو ساقع. فهنا هنعمله مسبك لان هو ما شاء الله كميه، فما حبيتش اعمله ني في ني ونقطع طماطم كتير. هنا هنقطع كميه بصل حلوه ونحط عليها كميه زيت حلوه وننزل عليها بمعلقه سمنه بلدي كده كبيره، لان احنا عاملين كميه. فلما بتكلم في كميات، انت لو عامله كميه صغيره طبعا هتقللي في الحاجات اللي انا بقولها دي. تمام، هندبل البصلة شوية بس. حبايبي لو أول مرة تشوفوني وصلنا لحد هنا، طبعا احنا عارفين ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة والشير. اللايك يا حبايبي بيرفع الفيديو بيخليه يتشاف كتير، من فضلكم. تمام، احنا هنفضل هنا مع البصلة لحد ما ندبلها. عايزة اقول لكم حاجة يا جماعة، ما تطحنيش الطماطم في الخلاط. حاولي لو هتطحنيها في الخلاط، لو ما عندكيش كبة يعني، حاولي تطحنيها من غير مية، فعلشان تبقى محتحتة وتخينة كده. تمام، انا هنا عاملاها في الكبة فطالعة محتحتة وتخينة ما فيهاش مية طبعا. انا طبعا لان الكمية كده هتاخد وقت في التسبيك، انا هنقلها في حلة كبيرة بعد كده علشان تبقى اوسع فتتسبك اسرع يعني. الطماطم حلوة اليومين دول وحمرة يا جماعة، يلا خزنوا فرزنوا منها. طماطم يعني النوع الكويس يعني ب10 جنيه تقريبا. تمام، حاولوا تجيبوا منها وتخزنوا منها. من احنا ننزل هنا بالصلصة، معلقتين صلصة. تمام، طبعا انتوا كلكم عارفين التسبيكة، بس هي في تريكات كده يعني. تركة الطماطم اللي هي ما تتطحنش قوي دي، دي بتبقى حلوة جدا، بتطلع معاكي محتحتة كأنك معلقة السكر طبعا مش هننساها. كأنك مقطعة الطماطم يعني. معلقة سكر اهي علشان نعادل الحموضة بتاعت الطماطم. وخلاص مش هنحط اكتر من ملح وشوية فلفل كتير كده. ومعلقة شطة. الشطة دي حامية لان انا دي قرون حمراء انا طحناها في البيت. تمام. هو المحشي بيحب يبقى حامي شوية يا جماعة. تمام، كمية بقى خضرة حلوة، بقدونس وكزبرة وشبت. هنا التوم يا جماعة، دول 4 فصوص توم أو 5 فصوص توم. طبعا أنا حطيت مرق الدجاج في الصلصة وهي بتتسبك. الحاجات دي كلها بتنقل المحشي في حتة تانية. يا جماعة محدش يقلق من التوم. التوم ما بيعملش أي ريحة، التوم بيخلي ريحة المحشي تحفة بس، لكن ما بيبقاش ريحته توم. في ناس كمان كانت بتحط كمون وكزبرة، أنا من الناس اللي كنت بحط كده. بس الملح والفلفل يعني بيأدي الغرض، بيخلي المحشي. والمحشي لو الخضرة بتاعته حلوة والطماطم حلوة ما بيبقاش محتاج أي بهارات على فكرة. هي بس مرقة الدجاج اللي ما بقدرش استغنى عنها. ادي الصلصة اهي بعد ما اتسبكت، بصوا نازلة خشنة ازاي، ان هي مش مطحونة مش مهروكة يعني. تمام يا جماعة، حطينا اللايك والاشتراك ولا لسه يا حبايبي؟ دي بقى بصلاية، قطعتها ناعم. بصلاية صاحية زي ما بيقولوا يعني، ملهاش علاقة بالتسبيكة. خلاص ما تسبكتش ما اتحمرتش، دي نية خالص. دي بتخلي الطعم حلو جدا برضو يا جماعة. ادي اهو بعد ما خلاص هنحطه على النار يستوي. دي كمية الشوربة اللي هحطها عليه. هنا معانا كوسة ومعانا بدنجان. الحاجات دي كلها بعد ما اتحشت، انا سويته تاني يوم على فكرة. كل الحاجات دي كانت في التلاجة. ادي بصوا يا جماعة، هقول لكم معلومة صغيرة كده. لو انتي مسبكة الطماطم يبقى تخلي المحشي متغطي شوية كده بالشوربة. لو انتي مش مسبكة الطماطم ومقطعاها ني في ني كده، لا يبقى ما تخليش المية تبان خالص، خليها لاخر سطر، يعني اخر سطر ده ما يبانش فيه مية. وادي يا حبايبي اهي صينية المحشي بجد والله، والجو ساقعة كده. عايزة اقول لكم
جربوا بالطريقة دي، المحشي طلع تحفة ما شاء الله، عجب الناس كلها. شكرا يا جماعة وباي باي.